فقرة الصحة، ودائما فقرة الصحة اللي نختار من خلالها أبرز أخصائيين ودكاترة والناس اللي مختصة في مجال الطب. اليوم موضوعنا مهم جدا وهي على التغذية العلاجية. أنا بعد نقول التغذية العلاجية في ناس متابعين ما تعرفش شنو هي التغذية العلاجية أو التعريف بالتغذية العلاجية، وعن هذا الموضوع معنا أخصائي في التغذية العلاجية الدكتور إبراهيم الرويلي. نقول لك نهارك سعيد في يوم جديد. أهلا وسهلا بك. كيف الحال؟ أقدم تحية لحضرتك ولجميع المستمعين والمشاهدين. والتغذية العلاجية هذه شيء أساسي طبعا على كل إنسان يعني، وفي ناس كيف ما ذكرت آنفا حضرتك ما يعرفش الشخص شنو معنى التغذية العلاجية وكيف يتعامل معها. ممكن يعني الفكرة في ذهن الشخص أن التغذية العلاجية هي في السمنة، في تخسيس الأوزان، صحيح. وفي زيادة وزن، لكن بعد ما يجي مرض معين عند الشخص فما يعرفش شنو المرض هو وكيف تكون التغذية العلاجية، والأعمار تتفاوت. نعم. يعني الأطفال تغذية علاجية كيف ما ضربنا آنفا مثلا في أمراض نقص الأكسجين، السي بي في أثناء الولادة الطفل، والتغذية العلاجية للطفل هي اللي مثلا المحور متاعها غير موجود الآن في ليبيا نهائيا. فالطفل اللي عنده موضوع مثلا نقص الأكسجين فيحتاج تغذية علاجية حقيقية، سواء كان في أقسام العناية الفائقة أو سواء كان في وجوده في البيت. فسبحان الله الطفل بعد ما جنى التقارير الطبية وزيادة نوبات الصرع عند الطفل فيحتاج مثلا موضوع التغذية العلاجية. سبحان الله كل ما زادت نسبة الحلويات كل ما زادت نوبات الصرع عند الطفل. نعم. يعني تبان معك في اليوم والليلة. يعني الطفل ياخذ في ديكريتور، ياخذ في ديباكين، ياخذ في أي من العقاقير الطبية اللي يصرفها الأخصائي وصاحب التخصص طبعا. نعم. فتجد أن من الشيء الأساسي ضروري من المحور الأساسي اللي هو فتح قسم التغذية العلاجية للطفل. ليش؟ ما الفائدة المرجوة؟ ممكن الآن يسمع فينا أخصائي أطفال، ممكن يسمع فينا أخصائي باطنة، ممكن يسمع فينا أخصائي أمراض المناعية، الروماتيزم، الروماتويد، الذئبة الحمراء، الام اس، التصلب الرويحي. فهذه كل الأمراض المناعية جلها تحتاج قسم التغذية العلاجية، والسبب الرئيسي لكي تخفف من الجرعة العلاجية اللي صرفها الأخصائي نفسه. كذلك في السكري، يعني بعض الحلقات حتكون في السكري مجملة يعني. فما السبب الرئيسي لارتفاع السكري للعشرة اللي عند المريض؟ السبب الرئيسي الإهمال التغذية العلاجية. فيقول لك في الأول أنا كنت من النوع الأول وناخذ في التابلت وممتاز، لكن في ارتفاعاتي للسكري أصبح الشيء الرئيسي لابد أن ينتقل لهذا القسم التغذية العلاجية. وهكذا لكل مرض معين له تغذية علاجية، وعلى حسب كيف ما قلنا الآن الأعمار، وعلى حسب مثلا المرض الموجود ونسبة الالتهاب في المرض. نعم. من ناحية الاي اس ار والسي ار بي، الالتهابات هنا شيء أساسي. فالمقليات والمعجنات والحلويات هذه من المقتطف الرئيسية أن المفروض كل شخص ما يتعاطاش أصلا في أثناء الفترة الكورس العلاجي. وهكذا في كل المحاور في أثناء العلاج لابد من قسم التغذية العلاجية لكل شخص يعني بإذن الله. بنوه على نقطة دكتور إبراهيم على الصرف العشوائي لعلاج عديد من الأمراض من خلال التغذية العلاجية، فممكن توضح لنا أكثر؟ لصرف طبعا بالنسبة لنا مثلا كشخصيا اللي هي شركة الدرة البهية للخدمات الطبية، ما يتقدم للمريض يعني في أثناء الحضور سواء كان في مصحة قرطاج أو في مركز الدرة اللي موجود في السياحية. نعم. فما يتقدم للمريض. فأنا لو تكلمنا مثلا في قسم التغذية العلاجية ومن الأقسام الستة أو الثمانية اللي موجودة عندنا، مثلا لو تقدمنا كيف ما تطرقت يعني موضوع الأعشاب عامة، حتى بالماء تصور، حتى المية الطبيعية لها وقت زمني للشرب ولها وقت الكمية زمنية للشخص، وعلى حسب الحالة المرضية اللي متواجد فيها. وجعلنا من الماء كل شيء حي، لكن تصور في بعض الأحيان الماء مش حل، وزيادته مرات ينقلب ضده يعني في بعض الأمراض. نعم. فحتى الماء الطبيعي يحتاج لدراسة علمية ووقت معين يصرف للحالة المرضية. أما الطريقة العشوائية لا، دي بنضرب في مثل تلقاني في القنوات في ليبيا أو فلان في حضوري الآن معك حضرتك شخصيا يعني. نعم. فتجد مثلا الشيء المقنن والطبيعي واللي يكون تحت دراسة علمية هو الأولى. فشوف سبحان الله ديما نضرب في مثل الجمادات اللي هو عطل السيارة. نعم. فالشخص تعطل به السيارة يحتاج جهاز الكمبيوتر. نعم. نحن بنفس الكيفية في شركة الدرة البهية للخدمات الطبية لابد من زيارة الأخصائي أولا. نعم. عندما زيارة الأخصائي كشف الأخصائي نضرب مثل بسيط مثلا في هذا التخصص. الأخصائي اللي قال مثلا تحسس الجلد، تمام، اللي هو مثلا نضرب مثل في الأمراض المناعية اللي هي حساسية الارتكاري. نعم. فالأخصائي بياخذ إجراءاته من عينة السواب، نشوفه مثلا شو نوع الحساسية، هذا النوع الأول. ثانيا يبي يصرف قسم التحاليل الطبية. نعم. فمن المسؤول؟ هذا السؤال اللي يطرح، من المسؤول على سطح الجلد؟ من العضو اللي مسؤول داخل جسم الإنسان؟ فلو تطرقنا من الكبد هي المسؤول الأساسي في المرحلة للجلد يعني ومشاكل الجلد.
فلعل في نقص في ماده الدوبامين، نعم. هذه لعل ماده الميلانين، فهذه مسؤوله عن توحيد لون الجسم. فتلقى الاخصائي يتطرق للتحاليل واخذ العينه، بعدين ننتقله لقسم التغذيه العلاجيه. دكتور ابراهيم، وهذه النقطه المهمه اللي انا قبل بنسالك عليها، ان في بعض الناس ان عندهم بعض الامراض خاصه زي ذاتنا. ايوه. في وصفات للاعشاب ان يكون الوصفه عشوائيه، ان اي شخص يحس بالم بمرض انه يقولوا له عادي خلط هذه العشبه، وهذه المشكله اللي تواجه في عديد من الناس. شركه الدره او انتم الشغل كان من خلال الكشف والتشخيص قبل العلاج. طبعا الكشف والتشخيص اولا. نعم. كيف ما تطرقنا لابد ان مثلا المثل العام نعطوا العيش لخبازه. نعم. جانا الشخص مثلا كيف ما تتكلم عن الناس الكبيره، هم اهم شيء، فهم عاده ما يحبوش يمشوا وما يحبوش مثلا كثره العلاج. فانا ممكن الشخص اللي يقدر يصرف شيء واحد اللي هو مثلا قسم التغذيه العلاجيه. نعم. اما مثلا يمشي لعطار انه ياخذ منه كل شيء، فهذه من الاشياء خاطئه. لعل يصير تضارب عند المريض. نعم. اللي موجود في البيت، وعندك صرف لهذا العقار او مثلا الشيء العشوائي. نعم. فما يصرفش بالطريقه العشوائيه. كيف؟ لان هناك خطه علاجيه لفتره زمنيه في وقت محدد. نعم. مع طرح التحاليل الطبيه. نعم. اما تاخذ العشوائيات فهذا حقيقه كارثه. نعم. في بعض الامراض الخطيره اللي انت اللي تشوفين دكتور ابراهيم اللي من خلالها يمشوا للعقاقير وكذا. شركه الدره شنو يعني تقدم لهم من خلال هذه الشركه؟ شنو التشخيص، التحاليل، وايضا عن طريق الكشف والمتابعه؟ طبعا نعطوا الهيكليه كيف تكون مثلا. نعم. بعد ما يزور الشخص ويجينا، سواء كان في المراكز اللي موجوده، في اثناء الكشوفات التحاليل الطبيه نشوف تحليل الحالة وتقريرها الطبية كذلك من المرحلة الثانية. نعم. لو كان ألزم لهذه الحالة المرضية في هذه المرحلة، سواء كانت في المرحلة الأولى من المرض أو المرحلة الثانية أو المرحلة المتقدمة، زي مثلا احتكاك الركبة مثلا، نضربه مثل واحد بالنظر للوقت. لو شخص خاص لاحتكاك الركبة، نعم، ونظرنا في صورة الرنين أن الاحتكاك اللي موجود الآن هو في المرحلة المتقدمة الرابعة. ففي هذه المرحلة، نعم، في التخصصات اللي موجودة الآن، سواء كان في الفيزيوثيرابي، نعم، أو طبعا الطب الانعكاسي، أو مثلا الحجام، هذه شيء مفروغ منه. نعم، ومصطلحها العلمي قوي جدا، وما يقارب توه وصلت في أمريكا 950 مركز تحت وزارة الصحة. فمش داعي مثلا نتكلم عليها لأن هي معرفة. صحيح. والمعروف لا يعرف. نعم. فهي معروفة طبعا بالنسبة لموضوع الحجام، هذا شيء استثنائي. نعم. لكن سبحان الله شوف فعاليتها في جسم الإنسان، ويعني ومنطقها العلمي العالي الآن. لكن سبحان الله في بعض الأحيان تمنع. نعم. في هذه المرحلة ويتطرق فيها لمن تغيير مفصلي للحالة المرضية. نعم. كذلك في مشاكل السيرفايكل في اللوباك بين، كذلك اللوباك بين في أسفل الظهر في مرحلة الغضاريف. وهذا من الشيء اللي نحن نجحنا فيه يعني باستمرار، من اللي هو تحفيز وتنشيط العصب ورفع الضغط اللي موجود على القناة العصبية بسبب الغضروف الموجود عند الحالة. كيف نعرفه؟ إلا بتواجد هذه صورة التقرير أولا، وصورة الرنين موجودة، وكذلك قسم التحاليل الطبية لهذه الحالة المرضية. جميل. فتبقى مثلا الآن في خط متوازي، وبعدها ننتقل مثلا للقسم الأخير اللي هو قسم التغذية العلاجية، تخسيس الأوزان للناس اللي عندها سمنة بسبب ضغط الفقرات والغضاريف اللي موجوده، وخاصه كبار السن يعني. نعم. يحتاجوا القسم هو. فكبار السن تجد حتى على الواتس ولا، فانا حاب يعني مثلا المريض دائما متواصل معه مباشره. جميل. سواء كان على الصفحه او مثلا على صفحه الشركه او على الواتساب او على الفايبر. والسبب الرئيسي لابد ان الاخصائي يحتوي المريض. نعم. لابد انه يحتوي المريض بكل شيء. ففي بعض الأحيان لابد مرات يكون متابع له جدا باستمرار. نعم. مثلا يعني هناك اعراض ما تبانش الا بعد الكورس العلاجي. صحيح. في اخذ الكورس العلاجي يبان العارض عند المريض. فما يجيش مثلا الشخص انه يتصل وما يلقاش، مع منا في زحمه، في عدم رد بالنسبه لي انا يعني، والسبب الزحمه اللي موجوده لا اكثر ولا اقل. لكن باستمرار الرد، وخاصه المكالمات الصوتيه انا ننسج معها عند المريض بعد ما يتصل وتجيب مكالمه صوتيه، فعلى طول يكون الرد، ممكن الرد بعد ساعه او ساعتين، ولكن الرد على المريض. مرات الخطه العلاجيه سبحان الله تتغير في اثناء صرف الكورس العلاجي للحاله المرضيه. نعم. دكتور ابراهيم، على التغذيه العلاجيه هل تدرس في جامعات العالم ولها مختبرات وابحاث؟ ممكن تعرفنا؟ التغذيه العلاجيه يعني في دول العالم منذ قديم الازل. نعم. وخاصه في الثلاث الكبر الدول العظمى اللي هي روسيا وكندا. نعم. نتذكر في دراستي ومواصلتي في الاونلاين في بدايه فيروس كورونا، فكنت مثلا في بعض المؤتمرات نتفرج عليها في النت، فنتذكر كانت في مقتطفه بسيطه في الصين. نعم. فكان في قسم العنايه الفائقه بعد ما يجي الشخص مصاب اخذوا منه العينه وطلع انه مصاب بالفيروس كويس. في اثناء دخوله في قسم العنايه الفائقه خشوا 4 اقسام.
نعم. خص الدكتور العام هذه اولا. نعم. بعدين خص الفيزيوثيرابي اخصائي العلاج الطبيعي لتحفيز وزياده نسبه الاكسجين للرئتين. طلع سبحان اخصائي الله. العلاج الطبيعي اللي بعده خش الابر الصينيه نعم. في التحفيز. طلع الابر الصينيه خش اخصائي التغذيه العلاجيه. فكانت في تيم للحاله وحلقه واصله. بالعكس انا في انسجام اكثر، وجربت تست على بعض الحالات في ليبيا وكانت ناجحه جدا جدا يعني. جميل. جميل. نرجع للأطفال، يعني طريقة علاج الأطفال، أنت عارف يعني مشكلة أن علاج الأطفال بعض الأمهات والأباء ما عندهم مش دراية ثقافة علمية. أو دراية على التغذية العلاجية، وأيضا من خلال أنت كلامك تو أكيد طبعا هم فهموا، فنبي نصائح منك لكل أم وأب في التغذية العلاجية اللي تخص الأطفال. والله احنا الان يعني مؤخرا على حسب مثلا في الساحه مثلا على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى خاصه ليبيا خاصه، فشجره الطفل يعني في الامراض المناعيه شيء. نعم. وفي عندنا اطفال هو غير مريض، يعني يحتاج مثلا لرفع كفاءه جهاز المناعه جميل. في جسم الانسان بس لاكثر وقت. فالطفل كل ما اعطي ثلاث الاشياء الاساسيه، الحلويات بكثره والمعجنات والمقليات، كل ما زادت الحاله سواء هو كان طبيعي سليم او شخص هو الطفل يتعاطى في بعض العقاقير الطبيه. نعم. فننصح يعني لكل، يعني ما شاء الله يعني الان التواصل الاجتماعي وثقافه بشكل مش عادي. يعني مش عيب مثلا الام او الاب او الاخ او الاخت يطلع اطلاع بسيط، سواء ان اطلع على شركه الدره في هذا الموضوع، نعم. او مثلا الجامعات الكبرى في العالم فيما يتخصص للطفل. فالطفل عنده غذاء معين في وجبات الافطار العشره او 15 وجبه، وعنده مثلا وجبات الغذاء كذلك، وعنده وجبات العشاء. نعم. فعنده كذا، وما في نفس الوقت ما يملش الطفل في المراجعات الدوريه. صحيح. فاصبح عندنا الموقف الان سواء في كبار السن او العمر المتوسط او العمر المتقدم، تجد مثلا ما نزورش الاخصائي الا بعد حدوث الحادثه. هذه المشكلة. وهذه مشكله يعني بعد تفاقم بعد المشكلة. تفاقم المشكله. نعم. وخاصه يعني في شطره في قاعده كنت في احد الدكاتره ندرس معاه برا، يقول الالم اللي ما يقود صاحبه من النوم. يعني شخص مثلا عنده جيوب الانفيه متعايش ولكن هو راقد في نوم سبات. نعم. الالم عاده ما ينوضش الشخص في النوم السبات العميق في فترات الليل الاولى. سبحان لو الله. ناض فعلا. الشخص، نعم. يقول مثلا في القاعده العلميه، يقول اعرف ان هذا الالتهاب بسبب هذه الجيوب في المراحل المتقدمه، نعم. لابد من زياره الاخصائي. نعم. اضرب عليها مثلا في المسالك، في امراض النساء والولاده، اضرب عليها في مشاكل في الصداع، في مشاكل ارتخاء الاعصاب كذلك، ياخذ العقار ولكن زاد الالم سوء، معناه في هنا حلقه مفقوده. لابد من متابعه اخصائي تغذيه العلاجيه، او مثلا نرجع للاصل واللي هو مثلا دكتور صاحب التخصص، مثلا لعل الجرعه لا تكفي، فلما يجي لجرعه العلاج، او مثلا نشوف لنسبه الالتهاب يعطيه شيء عقار طبي مثلا في نسبه الالتهاب. شوف نحن في العالم نحن نخدم مثلا بخط متوازي بالنسبه نعم. لي انا شخصيا، يعني الاخصائي الطب البشري لا غنى عنه. صحيح. مش تزكيه، ولكن انا منفرد جدا، يعني ما نحبش ناخذ حاله الا بعد اطلاع الاخصائي اولا، لانه مش تخصصي في الاصل، ممكن دارس مطلع واخذها وهذا كماده شيء علميه جميل. ولكن ما ناخذهاش يعني. نعم. فهمت؟ دكتور ابراهيم، صراحه الحديث معك لا يمل، وشكرا لكل معلوماتك القيمه، وان شاء الله طبعا موفقين كل جروب شركه الدره البهيه للخدمات الطبيه لاستيراد العلاجات لعلاج العديد من الامراض، وان شاء الله طبعا يشفي كل مرضانا، وطبعا متابعينا ان شاء الله ربي يعافيهم من كل الامراض. كلمه اخيره الدكتور ابراهيم. والله كلمه اخيره، يعني ننصح يعني جميع الناس يعني عدم اهمال، يعني حتى مثلا شخص متخوف انه مثلا ما بيعالجش بطب النباتات وانه خايف من هذا العقار او مثلا العشوائيات. طبعا الطب اللي نحكوا عليه الان هو تحت تقنين طبي، نعم. بكورس علاجي، بخطه علاجيه لفتره زمنيه لوقت محدد، وبعدها تجرى الكشوفات من جديد. نحن ما نتكلموش على عشوائيات اللي هو من العطار يؤخذ بدون بطريقه عشوائيه ليست لها نظام ولا له قيود، بطريقه عشوائيه وليس له وقت زمني اصلا في الاصل. نعم. فتلقى الشخص ياخذ في كل شيء بطريقه عشوائيه، الى متى ما نعرفش، كم الوقت ما نعرفش، كيف يصير في نسبه الالتهاب ما نعرفش. عباره والله ديما نقول فيه خلط بالعود وعاطي مسعود، خطا والله العظيم، خطا كبير والله خطا كبير جدا. نعم. وسبحان الله شفت ناس تعاطت العقاقير او تعاطت الاشياء العشوائيه، سبحان الله خشت في قسم العنايه الفائقه،
وإن شاء بسبب الله الأعشاب طبعا يعني. اولا فهمت؟ الله ربي يخليك. يعطيك الصحه والعافيه، وان شاء الله آمين يا قريبا رب. حنشوفوا طبعا لك بروجرام خاص على قناه ليبيا إن شاء الله الجديدة، بإذن إن الله شاء عز بإذن وجل. الله. ونورتنا الله اخصائي يخليك في يا رب. التغذيه الله العلاجيه يخليك. ابراهيم الرويلي، الله كنت يخليك يا معنا رب. عبر بارك برنامج الله يوم فيك. جديد، الله وسعداء يسعدك. جدا ولدي الشرف الله يخليك يا رب. تعرفت بك شخصيا يعني.